سجاد سعدي طالب مثابر في الصف السادس بإعدادية الديوانية للبنين تمكن من تسجيل رقم جديد في عالم التواصل الاجتماعي من خلال إنشاء موقع جديد للتواصل الاجتماعي بعنوان نيبرو، الذي سجل إلى الآن 1,500,000 مشترك من العراق وبقية بلدان العالم. خدمات سوق نيبرو اللي ممكن أي مستخدم ينشر منشور أو ينشر خدمة، مثلا خدمة تصوير، خدمة تصليح، مثلا أي شيء، خدمة بناء، من ينشر تطلع عند المستخدمين البقية حتى يصير يعني شلون خليناها منصة للشغل، منصة للخدمات هماته. ميزات ثانية، ميزة عدم الإعجاب بالمنشور، زيادة الصفحة الشخصية، ينبه كل مستخدم بإزالة صفحته بالوقت المضبوط. وموقع نيبرو يتيح للمتصفح مجموعة من اللغات، ويضم مجموعة من الميزات الجديدة التي تختلف عن فيسبوك، كما أنه يحجب أي تسمية دينية أو طائفية أو مفردة تحرض على العنف والكراهية. كلمة شيعة، سنة، كرد، طائفة، كل أسماء الطوائف شفرناها، كل أسماء اللي تثير للعنف، تثير للابتزاز شفرناها، حتى من ينشر المستخدم مثلا ينشر فد كلمة، ينشر فد شيء، من هاي الأسماء راح تتشفر، فالمنشور كله يصير عبارة عن مجهول. هاي احنا أخذناها من حالة إنسانية، من حالة تقليد طائفي. وتمكن الطالب سجاد سعدي من استخدام مجموعة من اللغات الرائجة في البرمجيات خلال تصميم موقع نيبرو، وإضافة مميزات غير متوفرة في مواقع فيسبوك وتويتر. اللغات اللي استخدمها التصميم لغة الجافا، لغة ال HTML، هي تعتبر أحدى لغات البرمجة بالنسبة للمواقع الإلكترونية. من هذه المميزات هي تشفير الكلمات الطائفية وميزة عدم الإعجاب وباقي المميزات الأخرى التي أضفى عليها الشاب سجاد سعدي، ونحن معجبين بهذا الموقع. بصمة جديدة أضافها الطالب سجاد سعدي من خلال إنشاء موقع نيبرو ليكون إضافة جديدة في عالم السوشيال ميديا. من الديوانية، ميثم الشباني، الحرة.